لانه محبوس ما بين القعدة والتعبان. في لحظة يأس لقى قدامه فرشة التويليت، بدأ يخبط بيها على دماغ التعبان مرة واتنين وتلاتة، وأخيرا الوحش سام. لكن لازم مستشفى فورا. الدكاترة قالوا له العضة مش خطيرة بس هتسيب له أثر طول عمره. يعني تخيل كل مرة يخش فيها الحمام يقعد يبص جوه التويليت. القصه دي انتشرت في كل مكان، في CNN والديلي ميل وبانكوك بوست. من ساعتها والناس اتقسموا اتنين، في ناس مرعوبه قالت مستحيل هتخش الحمام تاني. بس ازاي؟ في ناس بتقول يا جدعان احنا هنعمل كشف دولي على التويليت قبل القعده. بس تعالى نفكر علميا، ازاي التعبان يطلع من المواسير؟ الحقيقه ان التعابين بتحب الاماكن الرطبه والدافيه. المجاري بالنسبه لهم اوتوستراد سريع للفيران والضفادع. التعبان دخل يدور على العشاء لقى المنيو اتغير فجأة، عشاء أكبر، ضحية أكبر، ما كانتش في الحسبان. مش كل الكوابيس بتجيلك وانت نايم، في كوابيس بتلاقيك وانت صاحي، وأسوأها لما تكون في أضعف لحظة انت على التويليت. وأخيرا وليس أخيرا، ما تنساش تتابع والعرف عشان يعرفك اللي قدامك واللي وراك.